وسهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. الفلوق رقم 33. بعد كم يوم حيجي العيد ولين الحين ما جهزنا ولا اي شيء. طبعا امس دوبنا خلصنا اخر اختبار خلاص في الإيلس، وخلاص باقينا تقريبا شهر واحد ونخلص المعهد ويكون قفلنا على اللغه الانجليزيه. لكن بما انه اليوم اجازه خلاص اليوم مسافرين. تخيلوا اليوم اول يوم لنا اجازه واليوم مسافرين على طول. شوف الساعه كم؟ الساعه 10:30. الساعه 6 المغرب بالضبط اليوم راح نسافر. فاكرين المكان ذاك اليوم اللي رحناه مع اهلي؟ تينيسي سموكي ماونتن، اللي سوقنا دخلنا كذا غابات ورحنا كوخ. هذاك المكان راح نروح اليوم، وباذن الله اليوم راح نستاجر السياره اللي كان نفسي استاجرها المره اللي فاتت، اللي ما قدرت استاجرها المره اللي فاتت. لكن اليوم ان شاء الله راح نستاجرها باذن الله، وراح ننبسط ان شاء الله. راح اسوقها واصور لكم ردة فعلي وانا اسوقها. لي سنتين اتكلم وزعق وبدل الحين صحيح. يلا يا بدو. الناس اللي تقول لنا رافعكم قاطعين، ايش بكم ما تنزلوا في رمضان؟ 3 أسابيع ما نزلتوا. والله يا شباب مو من عادتي نقطة 3 أسابيع، لكن والله رمضان ومع المعهد ومع ريسيرش ومع اشياء مره كثير اقسم بالله ما قدرنا نتنفس. يومنا كان عباره عن انه نرجع من الدوام، نصلي صلاه العصر، نفطر بس كذا شوي، عارف نفطر بوف الساعه 2. كيف لا تسالني؟ خلاص دوبنا خلصنا المعهد الحمد لله ارتحنا، وباقي تقريبا يومين ويجي العيد من 3 ايام، وربي متحمس على العيد. نفس الوقت مره زعلان لانه اول عيد حعيد بدون اهلي، بدون اصحابي، بدون عيديات، بدون عماتي، بدون عماني، هيلاني، خالاتي، بس اهم شيء معي بدر. المهم اخواننا شكرا لكل الناس اللي تسال عننا، فعلا انتم قاطعين، ايش بكم ما تنزلوا؟ قلت لكم الاسباب كلها. لكن باذن الله اليوم اول يوم اجازه، وعشان تدروا قديش انا متحمس على طول صحيت، على طول مسكت الكاميرا وبصور لكم اليوم حقنا وش يصير فيه، ونرجع ان شاء الله للفلوقات. وان شاء الله شوف انا بوعدكم وعد، اذا نقلنا كاليفورنيا ان شاء الله، اذا نقلنا هناك ان شاء الله وعد حنزل لكم فلوقات يوميه. بس عشان اباكم تكونوا في الصوره، القطعه اللي قطعناها والله مو بيدنا يا شباب. ففلوق اليوم حيكون فلوق على السريع خفيف. يلا نبدا. الحمد لله اخيرا صحيح. لا احد يقول لي راش ايش ناوي اسوي فلوق اليوم، لاني ما عندي اي فكره ايش حسوي فلوق اليوم. والله بس مسكت الكاميرا كذا قلت خليني اقوم اصور اي حاجه يطلع معي، اهم شيء اني اصور، لاني انا والله مشتاق اني اصور. مع ضغط المعهد هذا اقسم بالله ما في اي شيء تصوره، يعني ما في مجال. تخيلوا انتم عندكم اجازه الحين في رمضان، احنا عندنا في رمضان تخيلوا دائما الساعه 8 الصباح لين 4 العصر، وخلاص تفكيرنا ما في شيء، تفكيرنا كله في الاكل، ايش نتسحر ايش نفطر، بس هذا تفكيرنا. والله يا شباب زيكم انتم عايشين نفس الحاجه، اللي هو تفطروا فجاه بوف الساعه 3. كيف لا تسالني؟ لازم ننام بدري، ولازم نصحى عشان نتسحر، ولازم نقوم عشان نداوم، لازم نذاكر، لازم. بس الحمد لله ربنا كان معانا وسهلها علينا. فاجتني هديه ورساله، انا فوق قدامكم بانه هذا لسه بتروش بدر. الرساله من موروكو المغرب. السلام عليكم يا راشد وبدر، انا متابعكم من المغرب، اسمي اشرف، انا اتابعكم من ايام 1 مليون سبسكرايب. اعز السعوديين واعز اخوان كمان، انتم تقدمون لنا حياه الاخوان الحقيقيين في فلوقاتكم. يقول لك فلوقات الاخوان جود مورنينج صباح الخير. فيقول لك انت تقدم لنا حياه الاخوه الحقيقيين، صح؟ احنا نقدم حياه حقيقيه ولا تمثيل؟ ترى عندكم متابعين كثيرين بالمغرب، الله يسلمكم، متابعين المغرب كلكم على راسي اقسم بالله. دقيقه ارسل على موروكو المغرب. حبايبي اهل المغرب، حبايبي اهل الدول العربيه كلها، حبايبي الناس اللي تابعني من دول اجنبيه وتفهم عربي شويه، عشان كذا بحاول نتكلم، ما اتكلم حجازي مره، لانه انا كان حجازي في ناس من الرياض وذول ما يفهمون اصلا يعني، فبحاول اتكلم ان شاء الله من الان وصاعدا نتكلم اللغه العربيه الفصحى. يا اخي عشان والله عندنا متابعين مره كثير من ديفرنت كونتريز يعني، فشكرا لكم موروكو، يعطيكم العافيه. طبعا جانا بوكس رهيب كمان مره يا ولد، جانا بوكس هذا فيه هدايا مره كثير من عبد العزيز، لا رياض الغامدي، المدينه المنوره. شكرا للي جابوا، بفك ان شاء الله بعدين ان شاء الله. زمان صباح الخير، صباح النور، كيف حالكم طيبين شباب؟ والله دوي صاحي من النوم واجي مفقع مره. اهم شيء احلى هديه جاتني في الفتره ذي هذا الكتاب، لربما اخيرا، كان نفسي من اول جاني كتاب الحمد لله جاني وقريته نصه يعني. وراشد مصحيني من بدري يقول لي بدر يلا حنتاخر، وهو شوف لسه ما نزل السياره. هذا اكثر عيب في راشد، دائما يتاخر، يعني مره لا تحسب في المواعيد، مره دائما يتاخر. دوب نرجع البيت، رتبت البيت السريع في زبالتين، انتم بكرامه بروح البيت ونرجع. الكعبة يا شباب يا جدكم نوبة. انا شفتوا وانا رميت الزبالة كرامة ورب الكعبة دخلت قال لك ببنتي شوف اليوتيوب هنا، قال لك اني ببنتي، انا نمت نومة رهيبة. المهم بقوم دحين بصلي العصر اتسوق وارجع لكم. ايه كابتن ايش هذا؟ يا ابني ترى مسافرين يومين بس نرجع، ايش هذا؟ جاب ايش طب كيبورد بس سوق امه ترى والله. عمي خلاص ايش حنسافر ترى يومين بس نرجع. طب متى حنرجع السعودية طيب؟ ايش
دراني ما ادري. صدق يا شباب والله ما اعرف الحين متى نرجع السعوديه. الحين صار لنا على السعوديه كم؟ 10 شهور تقريبا؟ تقريبا خلاص سنه. تقريبا سنه ما رجعنا السعوديه. انا صراحه ما ادري كيف حظي حلو، اول ما بدأت تصوير اليوم صار جينا اشياء مره حلوه. قول لهم يا بدر ايش جانا اليوم؟ طبعا جانا هديه من يعني جاتنا هديه من امي. طيب هي قبل ما تسافر كلمت صاحبتها اللي هنا في امريكا قالت لها خذي هذه هديه عشان اولادي انا ما حكون معاهم في العيد فانت اديه. والله ما عندي اي فكره، ما ادري ليش امي تسوي اصلا كذا اصلا. اوه ماي جاد شيت. وربي يا عيال ما ادري عن اي حاجه حرفيا والله احلف. فيس مين؟ اوه هذا اول وحده. والله هديه. لا يا امي لا، $300 يا امي، $300. هذه رسالة حقت راشد. انا قرأت يعني هذا كيس راشد. ابني الغالي رشودي. يا امي يا حبيبه قلبي انت يا والله يا امي ما تنسى يا شباب. خلاص انا حرجت شباب، قفل الكاميرا بسرعة يلا حرجت يا بدر بسرعة يا امي. والله يا امي انا ادري ما شاء الله امي امي الوحيده اللي في العالم ما تنساني بكل حاجه. هذه السنه العيد مختلف عن كل سنه مضت. ارجع بذكرياتي الى الوراء والى كل عيد قضيناه معا، واتذكر يوم سفرك وتحاصرني الذكريات واشتاق اليك شوقا يذيب قلبي. يا امي يا امي حبكي يا شباب، حبكي بدر حبكي خلاص شيل. واتمنى انك معي، انت سند لي بعد الله سبحانه وتعالى. ربي يسعدك ويحقق لك كل ما تتمناه. ابوك وامك 1438. يا الله يسعدكم يا والله يا شباب حرفيا ما عندي اي خلفيه ايش الهرجه. بفك الهديه والله يا امي يا ابويا انتوا، وربي انت يا ابويا ابويا قدوتي يا عمري وامي يا جنتي انت، ما في احلى منكم في الدنيا. جابوا لي حلاوه فريض الشيء، انا مره احب الحلاوه دي. الله يسعدك يا امي والله ماني عارف كيف اعبر. خلاص اي تعال دورك، لا تصورني اصلا. تعال دورك يلا داني يلا هلا الطلاق يلا فلوس. خلينا نبدا. ابن الغالي بدوني اول عيد بدون ضحكاتك ومزاحك، نتمناك معانا مثل كل سنه. اشتقنا لصوتك وتعبير الفرح على ملامحك، وصوتك لا يغيب عن مسامعنا. ليس للعيد طعم بدون ابتسامتك يا اخر العنقود. طبعا انا اخر عنقود يا ليت. ربي يسعدك ويحقق لك ما تتمنى. ابوك وامك 1438. كفو عيدنا. اهم شيء عيدنا خلاص. لا حد يقول فين عيدياتكم خلاص. $300 حبيبي كم جمعتوا؟ الله اصلا ما في اللي هي 300 بس $300 يعني تقريبا 1000 ريال تقريبا. شكرا امي وابوي يعطيكم الف عافيه، انتم سعادتي في الدنيا والله. انا بدونكم انا ما ادري كيف حعيش صراحه. صدق ايش لما شفتها حسبتها هديه من الجيران، من جارتنا ساكنه جنبنا فحسبها هديه منهم يعني، بس طلعت من امي والله مره كويس. سلم على المتابعين، تعال سلم على المتابعين. يلا قول لهم كلمه. وظيفتها بس انها تاكل وتنام خلاص. يلا ننزل يلا ها يلا. المهم دحين بنقوم نعبي شنطتنا. يا سلام يا سلام. غرفة مين هذه؟ ما هي غرفتي يا شباب، انا تعودت اني اكون مرتب. خلص رتبت الاشياء بوريكم اياها. اول شيء عندنا الباندز اللي هي بنطلون طويل، اندروير وكرامه، شراريب وكرامه، بلوزه، شنطه، جاكيت اذا كنت في حالة ان احنا كنا بردانين. ايش هذا كل شيء اسود كل شيء اسود؟ ايش الكعبه دي؟ يا عمي غير. ابني هذا ايش الكعبه؟ هذا اسمه فخامه. كل شيء اسود كل شيء اسود كل شيء اسود كل شيء اسود. ما جبت شريب سودا، ما جبت شريب سودا. جبت البلوزه دي خلاص. لا حد تقول لي ورب الكعبه اللي يقول لي لا تلبس اسود، ها حعضكم خلاص. وصلنا. طبعا الحمد لله دوبنا وصلنا تينيسي بعد رحله دامت 10 ساعات تقريبا. المهم الحمد لله وصلنا دحين دوبنا بعد. والله الرحله كانت مره طويله لكن الحمد لله انبسطنا فيها. بارد يا ربي. وقفنا دوبنا في الريفر، ما ادري هذا ريفر ولا ليك ولا والله ما ادري ايش ده بالضبط، لكن والله شيء يا عيال مجنون. بارده. طبعا اغلب العيال في السياره نايمين. اوكي غالبا الاماكن زي كذا هذه يجوا فيها العوائل الامريكيه غالبا ويسووا بيكنيك. البيكنيك اللي هو ياخذوا اكلهم ويجي ياكلوا على الطاولات. المناظر دي طبيعيه ترى الرايحه ورب تفتح النفس كذا، ريحه اكسجين يا عيال. دوبنا دخلنا الكوخ حقنا 3 ادوار. الكاميرا والله ما فيها شاحن، كنت صورت لكم بالكاميرا ما فيها شاحن. عيال سنوني كيف؟ والله رهيب اللان. محجوز سريري ذا والله سريري والله جامد. انا هنا والله الفيو يا شباب شيء كل مكان. اللي الحين حندخله ودي نركبها اوكي نطلع عليه فين. اصور لكم المنظر ان شاء الله من فوق. واو يلا ايه ما في هذا ما في حزمه. هيل يا عم تروح على البلاغ يا حبيبي بدر لا يطيح يا عم البلاغ. شوف احمد خايف شوف احمد خايف. شوف المناظر يا شباب لسه لين ما دورنا. اوه نزل. بس وقف. شوف الجبال كيف ما شاء الله والله مره منظر جامد.
المهم طبعا فاتكم اشياء مره كثير عندي في السناب شات، صورت اشياء مره كثير. اللي مو متابعنا في السناب شات موجوده في الديسكربشن تحت، اضغط الوصف تلاقي مكتوب سناب راشد سناب بدر. الناس اللي تقول لي ليش ما صورت بالكاميرا الاساسيه، ليش ما صورت بجوالك، والله انا نسيت شواحن الكاميرا هنا في البيت فقلت ربي ما يمشي يا واد. المهم كان مقطع خفيف سريع، اتمنى يكون المقطع انبسطتوا فيه. اي اقتراحات اكتب لنا اياها في الكومنتات ونحن نقرا ان شاء الله كل كومنت. اللي يبغى مني شيء او بيوصل لي رساله ايميل موجود تحت برضه. وبس نشوفكم المقاطع الجايه، سلام. يا امي ايش الهدايا دي يا امي؟ يا امي والله يا امي احرجتيني ورب الكعبه.